بقات لك البيضه في البطن ديال الانثى بلا ما تخاف، حيت كاين الحل وتقدر انك تخرج هذيك البيضه وتستمر الانثى ديالك في الحياه بطريقه طبيعيه ان شاء الله. اليوم الدراري غادي نشوفوا هاد لا فيديو هادي اللي فيها تحيدات البيضه من البطن ديال الانثى، والسبب كان هو النقص ديال الكالسيوم. كيف ما غنشوفوا ان البيضه خرجت غير جلده ما فيهاش كاع القشره، وهذا اللي كيحبس الانثى اولا ما كيخليهاش تقدر انها تدفع ديك البيضه تخرجها. غادي نشوفوا الطريقه والبرودوي اللي استعملوا باش انهم يخرجوها. هاد البرودوي الدراري راه برودوي طبيعي 100% اللي هو زيت الزيتون اولا زيت العود اللي كنقول له حنا باللهجه المغربيه. هاد زيت الزيتون كتقدر تدهن به المخرج ديال الانثى وتخرج البيضه بهاد الطريقه هادي. تحاول معاها بشويه بشويه وتخليها ترتاح، وتعاود ثاني بشويه بشويه وتخليها ترتاح وتحطها. خرجتها بوحدها مزيان، سينو كدير الطريقه هذه كتعاونها وكتخرج عليها، وان شاء الله الاناث ديالكم يخرجوا لهم البيض بطريقه مزيانه وحتى وحده فيهم ما تتاذى. نهاركم مبروك. دابا غادي نشوفوا الطريقه مع بعضياتنا. شوفوا سبحان الله العظيم كيفاش كيدهن ليها البطن ديالها. البطن ديالها منفوخه، وهذا السيد عرف باللي راه الانثى ديالو واحله فيها البيضه، انطلاقا من انها ما بقاتش كتحرك بزاف، ما بقاتش كتاكل بزاف، ولا فيها شويه الخمول والحركه ديالها نقصات، ما بقاتش كتقدر تمشى مزيان، اضافه لانها كانت مبيضه البيضه الاولى والبيضه الثانيه والبيضه الثالثه عطلاتها. دونك راه كاين شي سبب. منين جا قلب الكرش ديالها لقاها باللي راه واحده فيها البيضه وما قدراتش انها تخرجها. صافي خدا البرودوي كيف ما قلت لكم في الاول اللي هو زيت الزيتون اولا زيت العود، زيت الزيتون، وبقات يدهن ليها بشويه بشويه حطها باش تخرجها، ما قدراتش دار معها الطريقه هادي. اول شي يدهن ليها بزيت الزيتون المخرج ديالها. هاد زيت الزيتون كيلوبري في ديك البلاصه، بحال كيخليها انها تكون دهنيه باش تقدر تدفع البيضه بلا ما تجرح النتوى. هو غادي معها دقه دقه وراه غادي ينجح ان شاء الله في الاخراج ديالو. او تابع بشويه بشويه. غالبا الدراري اسباب ديال انحسار البيض هو نقص الكالسيوم، بحيث كتكون البيضه غير جلده، اولا كتكون واحد الطريقه واحد القضيه اخرى هي ان هذاك البيض ان الانثى كتكون كتبيض بزاف، يعني كتبيض بزاف ديال المرات متابعين، ما عندهاش فتره الراحه، ما كترتاحش، كتبقى غير تبيضه من مورا تبيضه. ممكن انها تكون النتوى كبرات في السن، وممكن ان النتوى تكون فيها الشحمه بزاف. التشحيم حتى هو يقدر يكون سبب من الاسباب ديال انحسار البيض. تبعوا معنا الفيديو باش تشوفوا الطريقه. شوفوا سبحان الله العظيم، ها هي قربات البيضه تخرج، ها هي قربات تخرج. هاد النتوى هادي مكرفصه بزاف صراحه، تكون واحده فيها البيضه شحال من يوم ماشي غير نهار واحد، سينو كانت غتخرج بالزربه ما كانش غيبقى واحد معاها. المهم هذه هي الطريقه الدراري. ها هي البيضه كتخرج. ايوا الحمد لله. عرفتوا الدراري واحد ستريس كيكون عليك فاش كتكون كتحيد في هاد البيضه، اقسم بالله العلي العظيم واحد ستريس ما يمكنش، راه بزاف. وفاش كتخرج البيض راه واحد الراحه كترجع بعدا انت الاول، هذا باش كترشح ديك الانثى. يا صافي دابا يرجع ليها المسائل ديالها لبلايصهم وين يطوي لها مزيان، ويبقى يدهن ليها بالزيت واحد يومين ولا 3 ايام. اضافه لانه من الاحسن حيد ليها الصندوق وحيد ليها البيض وخليها، راه 99% غادي تحبس من التبييض، وغادي تجلس هي ترتاح تاخذ فتره الراحه ديالها، ومن بعد منين تبان لك النتوى رجعات الصحه ديالها حاول انك تزوجها صافي. ومنين تحيد لها البيضه خليها ترتاح مزيان. السلام عليكم.